علشان تعيش حياتك صح لازم تكون متوقع وتكون عارف كويس جدا إن الحياة عبارة عن رحلة فيها مشاكل كتير قوي هتقابلنا ومضطرين إن احنا نتعامل معاها ونحلها، وكمان فيها دروس كتير جدا هنستفاد منها وتعلم فينا، والحياة بتمشي لكن احنا اللي بنقرر هتمشي ازاي. هل يا ترى الدروس اللي احنا اتعلمناها دي استفدنا منها ولا هتعدي زيها زي كل اللي عدى قبل كده بدون أدنى تأثير فينا؟ يبقى احنا كده خسرنا وما كسبناش فرصة رهيبة كانت قدامنا عشان نصلح من نفسنا وعشان نتعلم وعشان نعرف ازاي نعيش الحياة صح بالطريقة اللي تخلينا طول العمر سعداء وخلينا عارفين ان الرضا والحياة اللي احنا بنتمناها موجودة جدا جوانا، بس احنا ندور. أحيانا في رحلة الحياة بتقابلنا بعض الصعوبات ونقف ونسأل نفسنا هو أنا عملت إيه غلط علشان يحصل ده كله؟ الحقيقة هو العكس تماما. الصعوبات دي بتواجهك مش عشان عملت حاجة غلط، لأ، عشان أنت بتعمل كل حاجة صح، بتجتهد وبتدور علشان تحسن من نفسك وتحسن من مستوى معيشتك. وهنا أكيد لازم يحصل لنا شوية صعوبات، أما لو كان الكسل هو اللي مسيطر على حياتنا هنا أكيد مش هنقابل أي صعوبة، لأن في الأساس إحنا ما بنعملش أي خطوة لقدام. أصعب وقت في حياتك هو ده أكيد اللي بيوصلك لأجمل وقت في حياتك، علشان كده أي صعوبات تقابلنا نكمل وما نقفش وما نستسلمش أبدا للصعوبات دي. المشاكل والأوقات الصعبة هي دي اللي بتبني شخص قوي، علشان كده مهما قابلتنا من صعوبات احنا مكملين للنهاية، عشان في آخر الطريق ده احنا خلاص بنبقى وصلنا لأن احنا أشخاص أقوياء، مفيش حاجة تأثر فينا بسهولة ولا نتهز من أي ريح. البعد عن المشاكل والاختفاء منها والجري منها ده سباق عمرك ما هتفوز فيه، علشان كده بنقول إن مواجهة المشاكل هي أقصر طريق توصلنا للي احنا عايزينه بمنتهى الأمان، لأن احنا كده خلاص بقينا أشخاص أقوياء نقدر نواجه مشاكلنا.